وفوكس. شاركني المخرج مشوار هيدا الفيلم من البداية، يعني بأيلول 2020، يعني بعد شهر من انفجار مرفأ بيروت. لهيك هيدا الفيلم له محل كتير خاص عندي، لأنه هو اللي رجع لي الشغف إنه استمر رغم كل الإحباط اللي كنا عم نمرق فيه. ثانك يو عمر. فريق العمل اللبناني موجود معنا، فخليكم بعد العرض لأنه رح نعرفكم عليهم وندردش شوي سوا. بس قبل ما نبلش اسمحوا لي أشكر باسمي واسم كل فريق الإنتاج. أول شيء قيادة الجيش، العميد جوزيف عون والعميد خريش اللي هو معنا موجود. خاصة مغاوير البحر. في مشاهد بالفيلم ولا ممكن كانت تنعمل من دون مؤازرتهم، من دون جهودهم، من دون مواكبتهم. ثانك يو. رغم الصعوبات خصصوا لنا الوقت اللازم لإتمام المشاهد بدون تردد وبدون ملل. ثانياً بدي أشكر كمان إدارة مطار بيروت، وعمر تعرف لي وجهاز أمن المطار، عملوا اللي ما بينعمل. حولوا مطار بيروت لمطار بولندا ومطار كينيا بنفس النهار، مع عدد هائل من الممثلين والاكستراز. هذا شيء ما بحياتهم شافوه. بعتقد انا هلا ممنوع فوت على المطار الى ابد الابد. قال لي انت جيتوا السنه اللي فاتت فاكريننا. اخيرا بدي اشكر الميدل ايست اللي كمان سمحوا لنا نصور على طياراتهم، مشكورين. اسمحوا لي رحب بالمخرج. هلا كان المفروض انت تكون برا، فيش حد شوت. بس اسمحوا لي رحب بالمخرج العظيم والصديق. وصل الى العالميه عبر عالم الاعلانات، فات وغامر بالسينما ودخل من الباب العريض. ما زال الفيلم مرشح ليمثل مصر بالاوسكار السنه الجايه. مبروك عمر، مبروك. انا الحقيقه مش بحضر سبيتش خالص، هو بيير فاجئني، لكن انا كنت هقول حاجه. انا بجد، وذيس اللي يعرفوني يعرفوا ان انا مش راجل كذاب ولا بتاع كلام، بس انا بعتبر لبنان بلدي التاني فعلا. يعني حياتي كل ملفاتها كلها بتحصل من لبنان، وبالصدفه هي بالصدفه. بس هو يمكن دي بقى علاقه معرفش، يمكن بقى في عصر ماضي كنت مولود هنا، كنت في نيقي، ما نفهمش. لكن عموما الفيلم ابتدى هنا. الفيلم ابتدى مع الراجل ده اللي هو صاحبي قبل ما يكون توب كلاس وورلد كلاس بروديوسر. الراجل ده بيير دور على كل الطرق ان احنا نعمل الفيلم ده. يعني انا عارف ان الميزانيه اللي احنا عملنا بيها الفيلم هنا يا دوب يعني تلاقيهم وفروا، جابوا سندوتشات جبنه بدل اكل في مراحل معينه. الفيلم ده كان عمره ما هيتعمل الا اذا بيير صراف and his amazing team، ماريلين، نور، وليد، all the guys, and the amazing sound and the staff on the camera, and Yves Sahnawi, who's not with us today, but you know, I extend all gratitude to him and his generosity and his work. شكرا ليكم. I hope you enjoy the movie. شكرا لبنان بجد من قلبي. النهارده انا مع ان ده رابع بريمير اعمله، انا بالنسبه لي النهارده ده بريمير الاقرب الى قلبي.